معلش هافاجئك واقول لك والله أصل أنت مولود في دولة نامية، زي ما بعض الناس بتسميها دول على الإنترنت. والشاب اللي في أمريكا أو في كندا لو محتاج 20 وحدة يعني تعب عشان يحسن حياته، اللي في أوروبا محتاج 30 وحدة، اللي في مصر محتاج 200، واللي في الهند محتاج 300. عالم غير عادل، يا فندم، هو عالم غير عادل. أنا بقول لك الحقيقة. ومش بس غير عادل ما بين الدول، ده غير عادل داخل نفس الدولة. فاللي أهله عرفوا يصرفوا عليه يبقى خريج جامعة من 3 حروف ولا خريج مدرسة انترناشونال، ده غالبا الفرص اللي هتبقى قدامه هتبقى أحسن من واحد زي كده خريج جامعة حكومية زي جامعة أزهر. انا شفت الفيديو ده عجبني جدا، فكرة انك تدرك امكانياتك محدودة ورغم كده بتحارب ورغم كده لسه مكمل وبتحاول. حاجة زي دي ما بتاخدش بالك منها غير بعد ما بتسافر، بتكتشف ان مصر حرفيا كل الناس اللي في مصر ما بتعملش حاجة غير انها بتقعد تشتكي، محدش بيحل حاجة. يعني في الدول اللي جنبنا لما حصل مشاكل فيها، احنا كل اللي احنا بنعمله او كل اللي احنا عملناه ايه؟ مقاطعة. اهلا وسهلا، ايه فايدة المقاطعة؟ ملهاش لازمة. إنك قاعد في أوضة عمّال بتهوهو مع نَفْسك، برّه هُم مش شايفينك، أنت مش متشاف، أنت متشاف بس لو معاك power. على فيلم الجزيرة، ما حد قليل اللي هيفتكر الحتّة دي. الأقوى قانونه دايمًا هو اللي صح، هي الدنيا ماشية كده. فلو أنت ما عمّال بتفرُك بقى وبتتخانق ولأ والله إحنا المفروض يبقى حقنا 1، 2، 3، ما حدش هييجي يجيب لك حقك، قوم خُد حقك بنَفْسك، بس بإيه؟ إنّك تثبت والله أنا متعلِّم 1، 2، 3 وأنا عبقري وأنا عملت وعملت وأقوم أعمل فعلًا. لكن جو إن إحنا قاعدين عمّالين بنغني ظلموه، ده افتكاس، ده فاكس، ده وممكن نقول ال3 سنين من أول 23 من بداية التعويم من أول 16 ل18 جنيه، الموضوع ده ابتدى فعلًا، فعلًا، فعلًا يزيد، والناس بقت بتحب تقعد تتفرّج على الأخبار من باب إنها إيه، تحس بونس إنه الدنيا سودا. ما أنت لمّا تحس إن الدنيا سودا تتطمن، الدنيا سودا عند الكل فتتطمن، بس ده تتطمن لإيه؟ تتطمن ده غلط. الحتّة دي في الفيديو بتاعة إنه أنت محتاج اللي في أمريكا محتاج مثلًا say 10 خطوات عشان يوصل لحاجة معيّنة، بتاع ألمانيا أو كندا أو بتاع أوروبا محتاج 20، أنت محتاج 200 خطوة. دي حاجة تطمنك إنك مش قليل، إن أنت عامل اللي عليك والله، حاجة تطبطب عليك كده تmotivate you إنك تحاول تبقى أقوى وتصبر على نفسك أكتر، وتدرك فكرة إن أنت بتسعى، بتكافح، بتدرك فكرة إن اللي بيطلع يقول لك لأ، تسيب مصر ليه أو تقعد في مصر والبلد دي أحسن من غيرها، وأصل الدين وأصل الأخلاق وأصل التربية. حبيبي أنا بس عايز ألفت انتباهك والله العظيم، أنت هنا ما بتبقى فاضي إنك تقعد تفكر في البنات اللي أنت بتشوفها في الشارع مثلًا، الناس اللي بتقول لك أصل أنت هتُفتن، تُفتن إيه بس يا فندم؟ أنا ورايا بلاوي المفروض أخلّصها، بلاوي المفروض أعملها، صباح الفل. أنت هنا بتقرّب لربنا أكتر، أنت واصل لك الإدراك ده، أنت هنا لوحدك. يعني أنت في مصر ودي برضه حاجة، وأنت في مصر الناس كلّها قاعدة مع بعض في عارف أنت الناس الفشلة اللي قاعدين مع بعض؟ مش القصد إن المصريين فاشلين، لأ طبعًا، بس فكرة إن الناس لمّا تبقى شلة كده مش مجتهدة، بيقعدوا بيفخّدوا، طب خلاص قشطة، ما فيش حاجة نعملها يالّا، أوكي. لكن لمّا تبقى وسط ناس أنت لو ما جريتش معاهم أنت هتدّاس، صباح الفل، تلاقي نفْسك بتقوم بتجري بتتحرك. إحنا شاطرين، إحنا نفسنا أقوى. مش عايز أصدمك وأقول لك إن حتى الألمان نفسهم هم شايفين كده. أنا ما انساش أبدًا، 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 رُحت عيادة في قرية جوّه قرية. ما كانش في network على الموبايل، ما كانش في شبكة على الموبايل، أنت واصل لك الإدراك؟ فقعدت مع الدكتور صاحب العيادة، فصاحب العيادة بيقول لي: "أنا مبهور إن أنت عندك خبرة 8 سنين وجاي ألمانيا، الألمان ما بيعملوش كده." فسألته: "هو إزاي، ليه؟" قال لي: "ما عنديش فكرة." وبعدها طلعت ماشي عمّال بافكّر سفر بقى، سفر، فقاعد عمّال بافكّر طول الطريق هو إزاي الألمان اللي عندهم فرصة حلوة إنهم يبقوا حاجة قيّمة وكبيرة، لأ والله أنا مش عاوز، مش هاسعى. وكل الأجيال الجديدة من الألمان كلّهم نُل، زيرو، ولا أي حاجة، صفر حرفيًا. يعني تعالَ اتفرّج على البلد دي كمان 10، 20 سَنة، عرب، هنود، صباح الفل، الدولة دي هتتغيّر شكلها تمامًا، تمامًا. اللي هيبذل بس مجهود صباح الفل. بس حاجة كمان أو نقطة تانية كمان، السفر.
السفر بيفتح لك فرص حلوة جدا، دي حاجة لازم تبقى فاهمها أو مدركها. لما بتتحرك وبتطلع بره الزون بتاعتك أو بره البابل بتاعتك، بتبتدي تشوف لا ده أنا ممكن أعمل واحد اتنين تلاتة، بتفتح سكك، بتفتح فرص. ودايما كل ما تسعى أنت بتفتح لنفسك فرص أكتر وأكتر. بس مشكلتك الوحيدة هي إنك تتعلم اللغة. اللغة فعلا 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 مش سهلة، فعلا محتاجة مجهود ووقت ضخم عشان تعرف تتعلمها. وللأسف للأسف للأسف في مصر مش هتتعلم صح، ولا في ألمانيا هيبقى عندك الوقت إنك تقعد تتعلم. فأنت بتبذل أكبر مجهود في إنك تتعلم اللغة في مصر. لو جيت هنا من غير ما تتعلم اللغة، مستواك مش هيتطور ولا هيتحسن ولا أي حاجة. وهيبقى في قدامك فرص وأفكار هتجيلك في بالك، أفكار حلوة جدا، استثمار بيزنس للسنة الجاية، مش هتقدر تنفذه، مش هتقدر تعمله، وهيدفن جواك أو حد غيرك هيجي يعمله. أنا اتعلمت حاجات كتير قوي قوي من أول ما جيت، وكل يوم بتعلم حاجة جديدة ومبسوط بده. أنا فعلا مبسوط بده. فكرة ابتديت تتعود على فكرة إنه طول الوقت في تغيير، طول الوقت مفيش حاجة ثابتة، طول الوقت هيحصل تغيير، طول الوقت الوضع اللي انت استقريت فيه شوية ده، الاستقرار ده اللي انت كنت بتدور عليه ده كمان شوية هيتغير. هتلاقي نفسك مش حابب الاستقرار ده وعايز تغيره. مكان كنت بتشتغل فيه، لا انا محتاج اغير المكان ده، انا عايز مكان احسن، انا عايز مكان اخد منه خبرة في حاجة تانية مثلا. طول الوقت في تغيير. فدايما حاول انك تكون مبادر في انك تسعى للتغيير، ما تستناش التغيير هو اللي يتفرض عليك، خليك مبادر. اوكي، دي حاجة. الحاجة التانية، 90% من الناس اللي بتقول ان طريق ألمانيا صعب، هو طريق ألمانيا صعب بالمناسبة، ايا كان التخصص اللي انت هتمشي فيه. الناس اللي بتقول لك لا اصل البلد دي فيها واحد اتنين تلاتة ومش حلوة وعيالي واهلي وما سيبش اهلي والكلام العبيط ده، صباح الفل. ما عندكش استعداد تنزل تنزل الملعب وتكافح، صباح الفل. ما تتحركش، خليك انت جنب اهلك، خليك جنب اهلك، مالكش لازمه، خليك جنب اهلك في مصر عادي، انت زي الفل. اوكي، انزل، انزل يا بيه، انزل كافح، انزل حارب، فكك بقى من الهبل اللي بيحصل في مصر. يعني مصر حلوه وجميله ومعزتها على قلبي حلوه قوي، وهنزل انبسط فيها. بس طول الوقت وانا بعيد عنها هفضل افكر نفسي كويس جدا باي حاجه صعبه انا بمر بيها، ان عشان خاطر بلدي، عشان في يوم من الايام ابقى انا استثمار كويس لناس كتير جدا هتيجي من بعدي، لعيالي، لزوجتي، لاهلي، للناس اللي هتيجي من بعدي، وتحاول تعمل حاجة كويسة تاخدها من هنا ترجع بيها مصر. بس ايا كان بقى انكم، علم، مع ان احنا على فكرة احنا عندنا علم قوي جدا 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 جدا. كان في كود بالانجلش بس انا اكيد مش هفتكرها، يعني بحكم ان انا نسيت كنا بنتكلم انجلش ازاي. if it's hard it's probably matters. يعني ايه؟ يعني لو صعب فده معناه ان دي حاجة قيمة، حاجة قوية. اسعى انك تعمل value. بس فكك بقى، انا مبسوط بالصعوبات اللي انا بقابلها في حياتي، لان انا عارف ان الصعوبات دي هي اللي هتخليك شخص قوي، هتخليك المرمطة دي هي اللي بتطلع الشخص القوي النظيف، النسخة الحلوة القوية اللي جواك. لكن فكرة ان انا افضل قاعد قدام السوشيال ميديا بسكرول، او قاعد في مصر وعمال بصوصو واقول اصل مش عارف مين عمل ومين ما عملش، ويا عيني والله العظيم ما هتحس. الناس كلها عمالة بتشتكي مع بعض، تزعمن بيقعدوا مع بعض وبيشتكوا لدرجة ان محدش بياخد باله ان الوضع وحش، محدش يعني واخد باله. وتاني، هنا الحياة مش جنة، هنا الحياة طحن، هتيجي تطحن، هتيجي تتعب، بس هتتعب وانت مبسوط، على قلبك زي السكر، على قلبك زي العسل، ان انت بتحاول تعمل حاجة قوية تفيد بيها بلدك. يكفي انك تفيد بيها بلدك، وحط values، اعمل value، اشتغل في دنيتك او عيش في حياتك عشان تعمل value قوية. وحط حاجات، يعني انا بعمل ده علشان مين؟ عشان عيالي اللي في المستقبل، عشان ابويا وامي، عشان ديني، عشان بلدي. تبقى غلطان جدا لو فاكر ان لا انا مش عايز مصر. صوت العصفور حلو جدا، لازم يبقى في ولاء جوه قلبك اتجاه مصر، ان انت اصيل، وانك بينك ما بين نفسك لما تحس بالغربة تقول لنفسك
أنا جيت هنا عشان خاطر أقوي بلدي، أنا جيت هنا عشان خاطر أبقى أحسن وأحسن، من غير ما تقعد تعيط وتزعل وتحس بالوحدة. فكك، ودايما فكر في انك تلاقي الناس اللي حواليك اللي تشدوا بعض انكم تنجحوا، سواء صحابك ال... انا بالنسبه لي انا كدكاتره مثلا، صحابك الدكاتره يلا يا جماعه هنشد بعض، يلا يا جماعه بنفتح لبعض سكك. زوجتك ان يجي معاك حد سبورت، يديك سبورت قوي، حد عنده استعداد يسعى وينجح، حد عايز يبني مستقبل معاك بس. لكن ما تاخدش حد معاك وانت مسافر هو شخص سوفت، هو شخص اول ما يحس بشوية غربة لا انا عايز ارجع مصر صباح الفل، لا ده ما ينفعكش، وما ينفعكش تاني، وما ينفعكش شخص أم، بنت مثلا تعليمها متوسط، ما عندهاش طموح، ما عندهاش سعي في الدنيا، جميلة وحلوة وزي الفل، هي ليها هي حاجة حلوة، بس انت محتاج حد قوي، حد في ظهرك، حد في ظهرك، حد قوي، حد متعلم، حد هيسعى معاك. احنا مش جايين هنا نلعب، احنا جايين هنا نكافح، تكافح انت وزوجتك، ده الصح يا بيه. بس كفاية كده عشان انا ورايا مذاكرة بالعبيط بس. اوكي.